السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل كده يا شباب ان الثورة هي فعل غير قانوني امام الانظمة المستبدة، تمام؟ خلينا متفقين على كده، علشان النهاردة انا محتاج تركيزكم معايا علشان هنقول بعض النقاط المهمة اللي تهم الفرسان والفارسات سواء في معارك الميدان او في امنياتهم الخاصة بيهم بعد المظاهرات. رقم واحد، وانت نازل المظاهرة البس هدوم تناسب اليوم اللي انت نازل فيه وكمان المكان اللي انت نازل فيه، يعني مثلا ما تكونش نازل يوم اجازة ولابس لي قميص وبنطلون. رقم اتنين، ابعد تماما انك تلبس ملابس رياضيه سواء ترنج رياضي تيشيرت رياضي، لان هم بيبقوا عارفين ان في الغالب دي دلوقتي اصبحت ازياء الشباب اللي بينزلوا مظاهرات. كمان تلافه تيشيرتات زي اللي انا لابسها دلوقتي دي، التيشيرتات الثوريه او اي تيشيرت بيحمل بقى لوجهات الثوره او اللوجهات الاسلاميه او الكلام ده كله. القاده الميدانيين بتوع المظاهره بعد اذنك انت والمجموعه القريبه ليك اللي بتتعاون معاها بشكل مباشر المفروض ما تكونوش معروفين في المظاهره عشان المخبرين ما يكتشفكوش، ويفضل انكم تكونوا زي ما قلنا قبل كده مغطي وشك. نيجي بقى لمعلومات احنا دايما بنغفل عنها وامنيات كتير كانت سبب الفتره اللي فاتت ان هي توقع ناس كتير. حضرتك قررت انك تنقل مكان سكنك لمكان تاني نظرا للظروف الامنيه اللي بقت موجوده دلوقتي. رقم واحد، خد بالك انك ما تروحش تسكن في مكان جنبيه قهوه شعبيه. ليه؟ عشان القهاوي في الغالب بيبقى قاعد عليها مخبرين او بيبقى عليها بلطجيه بيبلغوا عن السكان. عندنا حالات ناس اتقبض عليها بسبب الموضوع ده. واحد مهم رايح يزور واحد تاني مستخبي في المكان ده، اترصد الشخص اللي رايح له وكمان تتبعوا الشخص اللي راح زاره ورجع تاني. رقم اتنين، التصويرات الفيديو. اي حاجه اللي بيشتغل ميداني ولا بيكون بيصور فيديو هو هيعمل ايه، ولا بيكون شخص المفروض معروف على الفيسبوك بيتكلم بالبروفايل بتاعه بينزل والله ده انا هعمل كذا او استنوا مفاجاه ساره بعد وقت معين. انت بتعمل توثيق بالادله اللي هتتحاكم بيها بعد كده. طب ليه؟ يعني ليه بتتعب الناس اللي هتدافع عنك بعد كده، او ليه بتيسر طريقه القبض عليك؟ كانك بتقول لهم ايه، خدوا انا هو هديه كيس ملفوف هديه، اتفضلوا اقبضوا عليا في اسرع وقت. كمان انت قررت انك تنتقل من مكان وتقعد في مكان تاني علشان امنك. ما ينفعش المكان التاني ده تستقبل فيه اصحابك او الناس حديث المعرفه اللي انت لسه عارفهم، لان عندنا في ناس اتقبض عليها بسبب حاجات زي كده. نقطه كمان، المناطق المشتعله اللي خلاص انت اتعرفت فيها ان انت واحد ثوري ومش عارف ايه والكلام ده كله، دلوقتي امن الدوله بتراجع ملفاتها القديمه كلها. يفضل انك تسيب المكان ده خالص وتنتقل لمكان تاني علشان ما تكونش معروف فيه. اتنقلت بقى للمكان التاني، حضرتك شخص مواطن عادي جدا، ولا بتتكلم في وسائل المواصلات وانت رايح او راجع من المكان ده عن اي حاجه ليها علاقه بالسياسه بتاتا عشان ما يتمش رصدك. الناس اللي حواليك في المنطقه ما بتتكلمش معاهم في اي مواضيع متعلقه بالسياسه. يفضل كمان انك ما تصليش في المساجد اللي قريبه منك عشان ما يتمش رصدك كوجه جديد يبتدوا يعملوا عنه استعلامات، لان في المناطق زي الشروق والتجمع و6 اكتوبر لما يبقى في وجه جديد في المسجد امن الدوله تستعلم مين ده. انت ومجموعه من الشباب قررتوا انكم تروحوا تبات في مكان واحد، ده اكبر غلط ممكن تعملوه في حياتكم، لان ببساطه شديده هيتم رصدكم مباشره من الناس اللي ساكنه في المحيط بتاعكم او من الحراس العقارات اللي هم بوابين اللي موجودين في المكان. مجموعه من الشباب طالعه في شقه وبتنزل تاني من الشقه سواء بشكل فردي او بشكل جماعي، فطبيعي ان هم هيبلغوا على طول. خد بالك من حراس العقارات بتوع العمارات، يعني يفضل لما انت تتنقل في مكان ما يكونش فيه بواب في المكان ده. ليه انا بقول لك كده؟ لان امن الدوله بيتبع طريقه خسيسه جدا ان هو بيضغط على حراس العقارات عشان يبلغوا عن اي حد يشكوا فيه او اي ساكن جديد في العماره، يا اما لو ما بلغش بيتم القبض عليه وتعذيب. نيجي بقى لمحيط عملك او اسرتك او اصدقائك. اللي انت بتعمله من شغل ميداني ده مش حاجه بتتباهى بيها قدامه، يعني دي مش قعده المجالس وهقول لك بقى ايه، بص انا هقول لك سر اياك يطلع ما بيننا. هو اساسا السر لو طلع من بره شفتك ما عادش سر. طالما انك قررت تشتغل في الثوره كشخص ميداني انت شخص مجهول، ما بتعرفش حد انت بتعمل ايه، ولا اسرتك ولا محيط عملك ولا اصدقائك ولا حتى زوجتك او اختك او والدتك او والدك. اخر نقطه معانا، النقطه دي منقسمه لحاجتين. الجزء الاولاني فيها الصور السيلفي. تعالى بقى احنا قاعدين شغالين بنعمل اي حاجه، بنجهز لاي حاجه او بنطبع شعارات او ايا كان اللي بيطبعوه. تعالوا بقى يا شباب ناخد سيلفي كده مع يا سلام. الحاجات دي بتقطع في ايدين الامن في يوم من الايام، سواء بقى قبض على شخص بالغلط او اقتحم مكان فلقى الصور دي موجوده فيه. بكل بساطه مين اللي في الصوره دي؟ فلان وفلان وفلان وفلان. هاتوه. هي الميزه الوحيده في الموضوع ده انك ما بتتعذبش كتير في امن الدوله، لان القضيه بتبقى جاهزه على طول وبيخلصها وبيحركنها على طول. بتوفر على نفسك مثلا تعذيب في امن الدوله وبتوقع جنبيه 5 6 تانيين. الجزء الثاني بقى الجروبات اللي بتتعمل على الفيسبوك او الجروب مسج اللي بتتعمل. في عندنا قضيه مشهوره بكده، يعني واحد حامل جروب مسج ومقترح فيها فكره ضد الانقلاب وحاطط فيها 150 ولا 200 واحد. الشخص ده وقع، جايبين اللي في الجروب كله قابضينه معاه. انا ممكن ما اكونش اصلا شفت الرساله اللي انت حطيتني في الجروب فيها، بس كنت سبب ان يتقبض عليا من امن الدوله عشان حضرتك امنيتك صفر. مفيش حد
بيحط يضيف حد في مسج جروب باكونت معروف ليه. كمان ما تتواصلش مع حد من المشهورين على الفيس، لان في الغالب بيكونوا متراقبين، فاللي مشهور على الفيس ده مش هيفيدك في عمل ميداني. دي مجموعه من النصايح للمجهولين، بنحاول نعمل اللي علينا كمعذره الى ربنا لعدم اشتراكنا معاكم او عدم وجودنا على الارض معاكم. شكرا ليكم يا شباب.